سلام البنات، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بالف خير. اليوم راح نديروا باذن الله اومليت رولي تعتبر مقبله، مع انه رمضان قريب نعاونوا بها شويه وهي تجي روعه. مقادير بسيطه، نشوفوا كيفاه نديروا طبق لذيذ وحتى بريزونتابل. شوفوا واش نحتاجوا 4 بيضات. انا راح ندير 4 بيضات. اذا راح تديري اكثر ضاعفي المقادير فقط. نحتاجوا هنا عندي كيس كريمه سائله تاع الطبخ. الى مشي متوفر عندك ديري حوالي كيس حليب بارد عادي. هنا عندي 2 مغارف كبار فارينه، وهنا عندي شويه فلفل وطماطم قصيتهم رقيق خلاه، ونحتاج 2 سنات ثوم راح نربيهم. اختياري، تحبي ديري ثوم تحبي ما ديريش، وتحبي ديري حتى مغرفه صغيره مطارد نورمال ليك الاختيار. وهنا عندي معدنوس قطعته رقيق. هنا البنات راح نحشاها بشويه، عندي شويه كاشير ولا باتي كما تحبي، وراح ندير لها شويه طون تاع الزيت كما تقدري ديري طون تاع الطماطم، وعندي شويه ملح وشويه كمون. اللي تحب دير فلفل اكحل دير، انا ما نستعملوش. اول حاجه البنات نحطوا البيض تاعنا، نحطوا معاهم هذه الكريمه، ولا كما قلت لك اذا ماشي متوفره عندك ديري كاس حليب بارد. نحطوا فرينه 2 مغارف كبار، نحطوا المعدنوس تاعنا ولا تحبي كزبر، نحطوا الفلفل والطماطيش. البنات هنا اختياريه، هذه تحبي تزيدها تحبي لا، بصح يعطاها ذوق وتعطاها تجينا ملونه الاومليت تاعنا. ندير لها شويه ملح وشويه كمون. نسكرفج البنات سنه الثوم تاعي، ونحرك كلش مع بعضها مليح هكا بالفوي. سهله وما تديش منها الوقت ياسر، وتجيب بريزونتابل روعه. البنات فيها راح نديروها في مقله تكون ما تلصقش، ومن الاحسن اذا عندك كريبيير ديري كريبيير خير. انا راح ندير في كريبيير مدوره ولا كاري كما تحبي. هنا جبت كريبيير تاعي البنات، خليتها سخنت، ندير لها نص مغرفه كبيره زبده، خلاها تذوب فيها مليح. درك البنات نجيب الاومليت اللي درناها، نصبها هكا في الكريبيير تاعي، ونخليها على نار ناقصه خلاه طيب لي مليح. بالطريقه هذه البنات نخليها تنشف وطيب لينا مليح، ونرجع لكم. هاي ليكم البنات الاومليت تاعي بعد ما طابت. هبطها هنا فوق بابي كويسون، وهنا جبت شويه فرماج بورسيون حبتين فقط قصيتهم صغير. درك ندير لها الكاشير تاعي بالطريقه هذه. اختياري البنات الحشو كيما تقدروا تخلوها هكاك عادي خلاه، ولا تحبوا تزيدوا لها زيتون هكا. ندير لها الفرماج وندير لها الطون. هنا قلت لكم الطون تقدروا ديروا الطون تاع الطماطم كيما تقدروا تستغنوا عليهم البنات. انا نعطيكم افكار فقط وانتم ديروا كيما تحبوا. درك البنات نبدا ندورها غير بالعقل بالمساعده هذا لو بابي كويسون هكا. ندور هكا ونزير كيما نديروا اي رولي نورمال. نجيبها هنا نزيرها هكا شويه مليح، ونخليها البنات حوالي 5 دقائق حتى 10 دقائق تبرد شويه تحكم روحها مليح، ونقصوها. البنات بعد ما ارتاحت لي 5 دقائق نجيب موس هكا منشار نقص به. انا راح نقصهم دوائر نورمال، وانت اذا تحبي تقصيهم مايلين هكا شويه كل وحده وكيفاه تحب. بسم الله، نبدو هكا غير بشويه البنات، نحو الاطراف هذوما. كما راكم تشوفوا البنات في الغولي تاعنا كيفاه جات من داخل. انا الكريبيير تاعي صغيره سي بور سا جاتني صغيره الدويره. نتوما كل واحده والمقله اللي عندها عادي. هاي ليكم البنات الرولي تاعنا، شوفوا كيفاه جات. شوفوا الحشو اللي داخل كيفاه جا. كما قلت لكم كل واحده وطريقتها، تحبي تقصها مايله ولا بالطريقه هذه. انا نكمل نقصهم ونرجع نشوفوها في طبق التقديم ان شاء الله.
فوالا البنات، اي لكم الرولي تاع لومليت تاعنا. جت تهبل، انا قدمتها هنا مع شويه بطاطا مقليه وسلطه، انتي قدمها كيما تحبي، انا نعطيكم الفكره بركه. جت بنينه تسخف وشكلها بريزونتابل روعه. نحتاجوها كما قلت لكم مقبله في رمضان، تقدري تقدمها حتى مع السلطه وحدها ولا تقدمها هي وحدها بركه. جت بنينه تهبل البنات، ننصحكم تجربوها. نقسم لكم طرف هكا تشوفوا كيفاه جت البنات. جت تهبل، جت خفيفه وبنينه على الاخر، وزيد سريعه البنات، هكا في ربع ساعه تكملاها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وان شاء الله تجربوها. اذا عجبكم الفيديو ديروا لي جيم وديروا لي اشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يلحقكم ديما جديد. نخليكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.